اتبرع بتلت ثروته وهو عايش واشترى قطر لأهل قريته عشان يحل مشكلة المواصلات، ومنع الشيشة من مطعمه وساب المحاماة عشان الخرسانة. رجل الأعمال منصور عامر من وهو صغير ودماغه كلها بزنس. بس يا ترى حكاية منصور عامر، ويا ترى ايه السر اللي خلاه يتبرع بتلت ثروته، وازاي ساب المحاماة والنيابة عشان العقارات؟ كل ده وأكتر هنعرفه في الفيديو ده. رجل الأعمال منصور عامر قرر يطلع تلت فلوسه لله، مش تبرع عادي، ده عمل وقف خيري كامل، يعني فلوس شغالة لحد يوم القيامة. الحكاية هنا مش عن فلوس، الحكاية عن عقلية مختلفة، عقلية راجل اسمه منصور عامر اللي من صغره وهو شايف الدنيا بشكل تاني، شايف ان البيزنس مش بس مكسب وخسارة، لا دي كمان رسالة لازم الانسان يحافظ عليها. منصور عامر اتولد في قرية بسيطة في القليوبية، بس التربية اللي اتربى عليها كانت هي السر الحقيقي في اللي وصله دلوقتي. كبر ودخل كلية حقوق وتخرج بتفوق، بعدها قرر ينزل يشتغل في المحاماة عشان يحتك بالحياة على حقيقتها. فعلا بدأ يشتغل ويتعامل مع قضايا حقيقية، وتعلم ازاي يسمع الناس ويفهم مشاكلهم ويدور كمان على الحل الصح. وكمان اشتغل فترة في النيابة، ودي كانت مدرسة كبيرة بالنسبة له. بس اشتغل بعد كده في المحاماة مع والده، بس برضه ما كملش فيها لأنه شايف إنه طموحه مش هنا، وبدأ يشتغل في العقارات. هنا حياته اتغيرت 180 درجة. الموضوع بدأ لما اشترى عمارة صغيرة وبدأ يتابع كل تفاصيلها بنفسه، من أول البناء لحد البيع. اكتشف إنه بيحب المجال ده ولقى نفسه فيه أكتر من المحاماة، لدرجة إنه قال لما شاف الخرسانة قلبه هفهف. بعدها قرر يكمل واشترى فيلا تحت الإنشاء واشتغل عليها وكسب منها، وبدأ يفهم السوق واحدة واحدة. مع كل خطوة كان بيكبر أكتر لحد ما بقى ده المجال اللي عمل منه اسمه ونجاحه الكبير، وبقى صاحب عامر جروب، واحد من أشهر الأسماء في السوق. على الرغم من كل النجاح ده، منصور كان عنده مبدأ ثابت: احنا مش أصحاب فلوس، احنا بندير مال ربنا. المبدأ ده هو اللي خلاه يعمل حاجة ناس كتير استغربتها. منصور قرر يتبرع بتلت ثروته وهو عايش، وقال أنا ليه أستنى حد يعمل لي خير، ما أعمله لنفسي من دلوقتي وافتح حساب في الآخرة مع ربنا. لما اتسأل في برنامج صاحبة السعادة اللي بتقدمه إسعاد يونس، قال جملة بسيطة بس معناها كبير: الفلوس بتاعة ربنا واحنا بنديرها. وقال كمان اي حاجة تستثمرها مع ربنا هتطلع منها كسبان. منصور مش بس اتبرع بتلت ثروته، ده لما عرف شباب القناطر كانوا بيعانوا من المواصلات والأجرة غليت والناس بطلت تروح الجامعة، فكر بطريقة مختلفة وقال ليه ما نشغلش القطر القديم اللي واقف بقاله سنين في محطة بلدهم. وفعلا كلم المسؤولين واشترى القطر، واتنفذت الفكرة واتحلت مشكلة ناس كتير، وبقى القطر في خدمة الطلبة والناس الغلابة. ومن الحاجات كمان اللي الناس كتير ما تعرفهاش انه منع الشيشة والتدخين في مطعمه، حتى لو ده بيخسروا فلوس، بس كان شايف ان المكان لازم يبقى مناسب لكل العيلة، وده على حسب كلامه في برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس. منصور عامر مش بس راجل أعمال، ده نموذج فكرة إن النجاح مش فلوس، وإن الشطارة مش بس مكسب، لكن إزاي تكسب وإنت مرتاح.